كتير من الناس اللي عايزة تبدأ في مجال التمثيل بتتوجه للمسرح، لأن المسرح بيتقال عليه الحب الأول لأي ممثل. طبعا كلنا عارفين ان هم بيتوجهوا للمسرح عشان ده اللي متاح ليهم مش حبا فيه، بس ماشي. وده بيكون ليه مميزات كتير وبيكون بدايه كويسه فعلا، لانه بيديهم الجرأه وبيعودهم على العمل الجماعي والسجاير الكليوباترا والالتزام وحفظ النصوص الطويله. بس خلينا دلوقتي نفترض انك خلاص قررت تركن المسرح شويه وتتجه للتمثيل على الكاميرا، وبدات تحلم بالنجوميه وبجائزه الاوسكار اللي انت هتاخدها من تحت ضرس الزميل ليوناردو دي كابريو، وابتديت انك تقدم في مكاتب الكاستنج والاوديشنز بتاعت الافلام والمسلسلات، وخلاص هتروح تبهرهم بمونولوجاتك وخبرتك المسرحيه الضخمه وال37 عرض اللي انت عملتهم قبل كده، وجائزه احسن ممثل في جامعه حلوان اللي انت واخدها وانت في كاست تجاره. ساذج. الدنيا ما بتمشيش سهله كده يا حبيبي. فين الخوازيق؟ فين العقبات؟ فين الاسبانكات؟ في الحاله دي انا عندي ليك خبرين، واحد حلو واحد وحش. الخبر الحلو ان انت دلوقتي مش محتاج تسمع الست العجوزه اللي قاعده في اخر صف ورا، وليه الست العجوزه تقعد في اخر صف اصلا؟ ما تقعدها في اول صف وتريح ابونا. بالنسبه بقى للخبر الوحش فيؤسفني اقول لك ان خبراتك المسرحيه للاسف انت مضطر دلوقتي انك تتنازل عنها، لانها هتسبب لك مشاكل كتير، والصفحتين اللي انت ارتجلتهم بره السيناريو وانت واقف المخرج مش هيوافق عليهم. اول حاجه ودي من اكتر المشاكل المنتشره وهي الباور العالي، بمعنى ان بيكون في مبالغه واضحه في تقديم المشهد، مبالغه في الصوت ومبالغه في التعبيرات. اقسم لك انني لم اقتلها. ودي حاجه مطلوبه على المسرح، لانك على المسرح مطلوب انك توصل احاسيسك ومشاعرك وردود افعالك عن طريق طبقات الصوت وحركه الجسم. صوتك لازم يرج المكان عشان المعنى يوصل للجمهور اللي مش شايف وشك بوضوح. بس على الكاميرا الموضوع عكس كده، لان التمثيل على الكاميرا هو محاكاة للواقع، فاي مبالغة حتى ولو كانت بسيطة بتبان وبتكون مزعجة وبتكسر واقعية ومصداقية الشخصية، وهنا المشاهد بيحس انك بتمثل. والمشكلة دي ساعات بيقع فيها الممثلين بدون قصد، لانهم اتعودوا على كده، اتعودوا على التمثيل بالطريقة دي على المسرح، وبيكونوا محتاجين اللي يوجههم ويظبط الباور بتاعهم. لكن في ممثلين تاني بيعملوا كده عن قصد، لانهم فاكرين ان هم بالطريقه دي بيستعرضوا مواهبهم وقدراتهم التمثيليه، وانه لما يبقى هادي ويقلل الباور بتاعه ويتكلم زي البشر العاديين يبقى هو كده ما بيمثلش، وده فهم غلط طبعا. انت اوفر انت وامك. فلما تعيد اخر جمله 3 مرات وتجعر فيها فانت غالبا مش هتاخد سوكسيه، لا انت هتاخد حاجه تانية في حته مش كويسه. تاني حاجة وهي الارتجال والخروج عن النص. ورغم ان الارتجال من اهم مهارات الممثل على المسرح وبيكون ليه مساحة كبيرة، وغير ان هو مهارة فنية مهمة، فهو ساعات بينقذ مواقف كتير، لان وارد جدا على المسرح ان انت او الممثل اللي قدامك انه ينسى النص او يتلخبط فيه، لقد تشحمنا في الشعب، لقد تلسوعنا في الفعل، او تحصل حاجه معينه مش مقصوده بره النص. في الحاله دي الارتجال بيكون هو الاداه الوحيده اللي ممكن تساعدك انك تصلح او تتجاوز المواقف دي من غير ما الجمهور يحس. غير كده الارتجاله اللي انت بتعملها على المسرح ما عملتهاش غير مره واحده وما عملتهاش تاني في العروض اللي بعد كده، او عملت كل عرض ارتجال غير اللي قبلها فمش هتفرق في حاجه. انما ده على الكاميرا ممكن يعمل كارثه في التتابع، لان المشاهد بتتصور من كذا زاويه وكذا لقطه، وبيتم التقطيع والدمج ما بينهم في المونتاج. فتخيل حضرتك معايا كده احساس المخرج والمونتير وهم في غرفة المونتاج، وهم قدامهم مشهد مش عارفين يركبوه عشان حضرتك مجود في كل لقطة تجويدة غير اللي قبلها. ودي مهمة سكريبت الحوار اللي شغلته ان هو يركز معاك ويضمن انك قلت الحوار صح زي السيناريو. بس ده برضو مش معناه ان الارتجال معدوم على الكاميرا، هو بس بيكون محدود قوي. يعني مثلا تغير او تضيف كلمة او تعيد صياغة جملة مش مريحاك في النطق، او ترمي افيه بشكل احسن من المكتوب في السيناريو. يعني الاسباب مهمة تفيد المشهد، مش عشان هبت معاك تحط التاتش بتاعك وتجود. بعد كده تقول الكلام اللي بقولك عليه بالظبط، ما تجودش. في حالة لو المخرج بيوافق على التعديل فسكريبت الحوار بيسجل ده وبيخليك تلتزم بالارتجالة بتاعتك بعد كده في كل لقطة تانية. اما مثلا لو نسيت جملة او حاجة غلط حصلت فبمنتهى البساطة ممكن اللقطة تتعاد.
تالت حاجة وهي قلة الالتزام، على عكس اللي قلته من شوية، وهو ان المسرح بيعلم الالتزام والعمل الجماعي. بس كتير بنلاقي شباب نازلين تصوير وفاكرين ان هم جايين رحلة، فاكر ان المخرج هيقول له اعمل كذا وقول كذا فهيعمل ده لايك ابص ويخلص في ساعتين ويروح. شايل زمزمية ومامتك عامله لك سندوتشات، طالعين رحلة متخلف. لانه بيكون فاكر انه عشان يتعود انه يحفظ نصوص مسرحية طويلة، فده معناه ان المشهد اللي هيبقى صفحتين 3 هيبقى سهل، وانه بس محتاج يقراه بسرعة كده قبل التصوير ب5 دقايق وخلاص. وده طبعا فهم خاطئ وبيؤدي لمشاكل كبيرة جدا جدا في التصوير. الالتزام شيء مهم واساسي قدام الكاميرا زي المسرح بالظبط ويمكن اكتر، لان العرض المسرحي مهما كان مجهد فهو في النهاية بيتعمل في مكان واحد، انما الفيلم او المسلسل الواحد شوف ممكن يتعمل في كام لوكيشن وممكن كام محافظة. ده غير ان يوم التصوير الواحد ممكن يوصل ل 18 ساعة، وكل دقيقة منهم بفلوس وفلوس كتير. وحتى لو كان فيلم قصير فهو برضه مهم ومكلف بالنسبة لصناعه، فاحنا في النهاية مش جايين نلعب. ده غير ان في المسرح النص بيتقدم بالترتيب، انما السيناريوهات مش بتتصور بالترتيب، والمشاهد نفسها ساعات مش بتتصور برضه بالترتيب. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ فانت المفروض تبقى حافظ الدور بتاعك كله كويس من اوله لاخره، بحيث لو بتصور مشهد من نص السيناريو يبقى ذهنك حاضر ومستوعب الكاركتر بتاعك جاي منين ورايح على فين، مش بتقول بس كلام وخلاص. رابع حاجة ودي ساعات بتكون متعبة شوية وهي الحركة، سواء الحركة دي هي حركة الممثل عموما على المسرح، يعني هيدخل منين ويطلع منين وهيقف فين، او الحركة دي هي حركة الممثل نفسه اللي هي لغة الجسد اللي بيعبر بيها للجمهور. في حالة الحركة العامة على المسرح فدي بتكون محسوبة كويس جدا وبيكون معمول عليها بروفات كتير. اسماء داخلة بالدبابة من على اليمين، الله. تايسون انت هتبقى داخل راكب الحصان من على الشمال. اي حتة الممثل بيقف فيها على المسرح مش بتكون عشوائية، ولا حتى الدخول والخروج، بالعكس كل ده بيكون متصمم عشان يخدم العرض بس من منظور واحد بس، وهو من منظور المتفرج اللي قاعد في الصالة. قدام الكاميرا برضو نفس الكلام، الحركة بتكون مدروسة كويس جدا، بس الفرق انها مش بتكون لمنظور واحد، لان المشهد الواحد على الكاميرا بيكون ليه كذا منظور. الكاميرا ممكن تكون في اي مكان، ممكن تكون قدامك، ممكن تكون وراك، جنبك، فوق، تحت، او حتى ممكن تكون بتتحرك معاك. اما في حالة النوع التاني من الحركة وهي لغة الجسد، ودي بتكون المشكلة الاكبر، لان دي زي مشكلة الباور العالي اللي اتكلمنا عنها من شوية في الصوت وفي التعبيرات، وهي بتكون ان الممثل المسرحي متعود ان هو يعبر بلغة جسمه بشكل فيه مبالغة عن الطبيعي، بطل ودور تاني يلا. وساعات حتى بتوصل لدرجة الاستعراض، وده شيء مهم جدا 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 على المسرح. ولكن برضو قدام الكاميرا اي نوع من المبالغة في الحركة بيكون باين قوي. وغير كده حط في اعتبارك ان لغة الجسد على الكاميرا بتكون على قد حجم اللقطة، يعني كل ما كانت اللقطة اضيق كل ما كانت حركتك اقل. يعني من الاخر لو اللقطة كلوز تتمسمر مكانك وما تتحركش. في النهاية كتير من الممثلين الشباب دلوقتي بيتعاملوا مع المسرح على ان هو الخطوة اللي هتوصلهم للهدف الرئيسي وهو التمثيل في السينما او التلفزيون، وده فهم او تفكير خاطئ تماما. وده يمكن من الاسباب الرئيسية اللي سببت انتكاسة كبيرة للمسرح في مصر، لان المسرح مش خطوة، المسرح مش حاجة ادمت وراحت عليها، المسرح فن مستقل بذاته وليه خصوصيته وظروفه الخاصة. اكبر الممثلين في العالم رغم ان هم مش محتاجين لده لكنهم لازالوا بيقدموا عروض مسرحية لحد دلوقتي، حتى بعد ما خدوا اكبر الجوائز السينمائية على مستوى العالم. لو انت من الاول حسيت انك مش حابب المسرح واتجهت للتمثيل قدام الكاميرا على طول وركزت في ده، فده شيء يحترم جدا. انما هتدعي انك عاشق للمسرح وريحة عرق زمايلك في الكاست وبتحبش تنام في بيتك وبتحب تنام في الكواليس، وانت اساسا لو لمحت اي كاميرا هتسيب العرض وتجري، يبقى انت كده بتشتغل نفسك. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عندك اي سؤال سيب لنا كومنت، ولو الحلقة عجبتكم ممكن تعملوا لايك وسبسكرايب لو احنا على اليوتيوب، ونشوفكم الحلقة الجاية.